السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي وأصدقائي في قناتي قناة أبو شين. إزيكم؟ عاملين إيه؟ طبعا أنتوا شفتوا المنتدى وقلت أبو شين هيعمل فيديو نار نار نار. أقول لكم أنا هقول الفيديو ده النهاردة، وليه أنا كتبت المنتدى، وليه كتبت المثل المصري القديم اللي بيقول يا بخت من بكاني وبكى عليا ولا ضحكني وضحك الناس عليا. وده هيكون موضوعنا النهارده. بس قبل ما نقول موضوعنا او ندخل في موضوعنا النهارده، حبيت ان انا اقول لشهداء فلسطين انتم في الجنه ان شاء الله، واقول للمصابين فلسطين ربنا يشفيك ويعافيك وشفاء لا يغادر سقما. واقول كمان فين الحلم العربي؟ راح الحلم العربي مع تخاذل العرب في قضية فلسطين. وعايز اقول حاجات كتيرة قوي هتعرفوها جوه الفيديو. يمكن ماتش الزمالك ونهضة بركان المغربي انتهى بفوز الزمالك بالبطولة، ولكن اللي اهم من البطولة الروح اللي كانت موجودة مع اللاعب، على ما اظن اسمه ياسين البحيري او يسر البحيري. المهم اللاعب دوت قال حاجات كتيرة في الماتش دوت بإنقاذه نبيل دونجا من سقطة كانت ممكن تؤدي بحياته. عشان كده بنحيي اللاعب المغربي، بنحيي باللاعب الخلوق، بنحيي الشعب المغربي بالكامل، ونقول لهم هارد لك، ونقول للزمالك جود لك. عايز اخش في الموضوع بجد بس مش عارف ابدأه ازاي. فعلا الاخ الصغير هو دايما بيقول عليه الاخ الكبير، انا هقول عليه الاخ الصغير. حطني في موقف حرج. انا يمكن عملت فيديو او فيديوهين ورا بعض، واحد بنقول اسفين يا زاهية واسفين يا، عشان هو دايما ما بيحاولش يذكر اسمي، وانا مش هذكر اسمه وهحاول مش هذكر اسمه، مش انكارا لذاته واحترم رأيه، ولكن ساعات بتفلت منه وبتروح في حتة تانية. لما لقيت الزن عليهم كتير، ليه ما بتروحش هنا، ليه ما بتروحش هنا، قلت سيبوهم وبكرة الأيام هتدوب اللي بينهم ويرجعوا مع بعض تاني. لكن للأسف الشديد فوجئت ببعض امور كان لازم ان انا اتكلم فيها واوضح فيها، واحاول ان انا انهيه عن حاجة زي كده، ولكن هو ما تقبلش الشيء دوت. مش هقول النصيحة لان هو بيعيب على كلمة النصيحة. الفيديو التاني اللي عملته كان تعقيب على بس انا شفته، وفيديو شفته لمدام زاهية، وقلت مدام زاهية ليها حق في ايه، وقلت مدام زاهية ملهاش حق في ايه. يعني طلعت زاهية غلطانة وفي نفس الوقت عندها حق، وده شيء كويس انك انت بدل ما تفضل على وتيرة واحدة الشخصية انت ممكن تكون بتحترمها او بتحبها، تحاول انك انت تتغاضى عن الغلط بتاعها وتحاول انك انت تظهر الصح بتاعها. انا قلت لا، مدام زاهية غلطت في كذا وكان عندها حق في كذا. ونفس الشيء انا قلت للاخ الصغير برضو، انت غلطت في شيء معين وكنت كويس ومنصف في شيء تاني في نفس الفيديو او في نفس البث. لما اظهر الاتنين الغلط والصح يبقى انا كده بضلل المتابعين، يبقى انا كده بضلل نفسي، يبقى انا كده بضلل صاحب المشكلة. طبعا لا. والفيديو موجود عندكم، ممكن انك انتوا تشوفوه. عايز اقول للاخ الصغير ان انا عرفت بالصدفة البحتة انك انت متكلم عليا في بث وعامل بث، وطلع تقريبا توقيت البث نفس توقيت الفيديو بتاعي لما نزل من قناة تانية كانت مسكاك
نقد وطلعت على حضرتك ألقاب كتيرة جدا، وفوجئت بان القناة ديت بتطالبني بالرحمة شوية، بالرحمة شوية، وان احنا نخف عليهم. فقلت اروح القناة بتاعتك واشوف الدنيا فيها ايه. وفعلا بجري البث لقيت الكلام كما لو كان موجه عليا. وما تقوليش انا ما قلتش اسمك، مش مشكلة تقول اسمي، لكن من خلال الكلام عرفت. عقبت على تعليق كان موجود على الفيديو اللي انا نزلته، وانا هقوله بالظبط عشان اقول لك ان الكلام عليا ومش لازم تذكر اسمي، اللي هو مش عارف مين ومين بيصطادوا في المية العكرة. التعليق دوت واتأثرت بيه، وعشان كده طلعت تعمل البث على تعليق صغير. لكن اللي حضرتك مش فاكره ان انا في مرة من المرات دخلت البث عندك وتركت المتابعين يتناولوني في البث، وما كنتش قادر تسكت المتابعين او تقول لهم لا عيب، ده هو في بيتي، قناتي تعتبر بيتي، ارجوكم لو بتحبوني وبتحترموني بلاش تعيبوا في الراجل وهو موجود عندي. الكلام ده ما حصلش. كنت منتظر انك انت تقول حاجه زي كده، بس الكلام ما حصلش. انا استمريت عشان ما حدش يقول ان انا هربت او ان انا ما تحملتش النقد اللي هم كانوا بينتقدوه، وحصل كلام كتير ساعتها. يعني انت جاي دلوقتي تعمل بث او فيديو لمجرد تعليق شفته عندي في القناة، وفي نفس الوقت ما حاولتش انك انت توجه المتابعين بان هم لا المفروض يحترموا الضيف. انا عمري ما هرد عليك او هرد على غيرك او هرد على اي قناة تطلع تتكلم وتخصني انا بالاسم او ما تخصنيش بالاسم، ومجرد تلميح ان انا ارد عليها بنفس اسلوبها، لان اسلوبها انا بنقده وبنتقده وما بحاولش ان انا اعمل زيه. فما ينفعش ان انا اتكلم بنفس الاسلوب اللي ممكن انت تفوز عليا وتنتصر عليا فيه. عايز بس افكر الاخ ان هو اكيد شاف تعليقات كتيرة مسيئة للعيلة بالكامل ومحدش رد عليها. شاف تعليقات كتيرة مسيئة للست الوالدة الله يرحمها الحاجة ام مصطفى وما ردش عليها. مسيئة لناس كتيرة وما ردش. مسيئة ليه هو شخصيا وما ردش وما قدرش يرد. انتوا عارفين ما قدرش يرد ليه؟ لان هو نفس الاسلوب اللي هو بيمارسه لما بيفضي البيت وبيحاول يعمل بث او بيعمل فيديو عشان اهل بيته ما يسمعوش الكلام اللي هو بيقوله المسيء. عن نفسي انا مش هقدر ارد بنفس اسلوبك، مش هقدر ارد بنفس كلامك الجارح للناس، للي بيسمعوا عاجبه واللي ما بيسمعوش وسمعوا بالصدفة وحصل له تلوث سمعي. انا مش هرد عشان حاجة واحدة بس، احتراما لعيلة آل داوود بالكامل من كبيرها لصغيرها. مش هرد عشان حاجة واحدة بس، احتراما للست ام مصطفى الله يرحمها، احتراما لام مصطفى الله يرحمها. لان انا فعلا ام مصطفى كانت انسانة عظيمة بالنسبة ليا. ام مصطفى عظيمة بالنسبة ليا، عشان كده هحترمها. مش وهي عايشة بس احترمتها وما ردتش على اي اهانات حصلت لي من عيلة آل داوود، لا، وهحترمها حتى وهي في دار الحق واحنا في دار الباطل. عرفت مش هرد ليه؟ افتكر انا كده رديت عليك، وعايز تعمل بس عايز تعمل فيديو تتناولني فيه، اهلا وسهلا، مش هرد عليك، مش خوفا منك ولا خوفا من كلامك، لا،
زي ما قلت لك وهكررها لك مرة تانية، احتراما لعيلة آلا داوود بالكامل. وانا لو كنت عايز اتاجر بمشكلة آلا داوود يا اخي يا صغير، اقسم بالله كنت كسبت دهب. عايز اعرفك يا اخي يا صغير ان انا قبضت مرة واحدة من اليوتيوب من سنة 2019، مرة واحدة من اليوتيوب من سنة 2019. افهمها كويس. انا حبيت العيلة، حبيت افرادها. هختم الفيديو بتاعي بالمقولة الظريفة الطريفة: يا بخت من بكاني وبكى عليا، ولا ضحكني وضحك الناس عليا.